بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم في كيفر مامي. كل سنة وانتم طيبين، شهر رجب بدأ وكل سنة وانتم طيبين، بداية سنة جديدة، يا رب تكون سنة سعيدة عليكم جميعا. في الفيديو النهاردة أنا عندي تنظيف شهري أنا اللي عملته، بس بسيط قوي وسهل قوي في البرد ده تعمليه. أنا بمشيه كل شهر لأنه في جداول كده ماشيين احنا عليها. في فيديو مهم قوي هعمله ليكم ان شاء الله، هيرتب لكم افكاركم وهتعرفوا ازاي الامور دي تمشوها بمنتهى البساطة. بدأت اليوم انه الغدا يكون جاهز، فانا الفراخ لما بشتريها بتبلها بالشكل ده بعد ما بتتغسل طبعا كويس قوي، والطحينة جميلة جدا في غسل الحاجات دي، الطحينة العادية، فراخ بط حمام اي حاجة من الحاجات دي. انا هعملها النهارده في حله الالترا، علشان هسيبها هي بقى تعيش حياتها في الفرن. حله الالترا برو دي من تابروير طبعا للي ما يعرفش. انا قطعت هنا بصل وطماطم وحطيت عليها ملح وفلفل اسود وشويه من البهارات بتاعتي ودعكتها، وقطعت شرايح من الجزر. ممكن تحطوا بطاطس، ممكن تزودوا فلفل اخضر، فلفل الوان، اللي انتوا عاوزينه. المهم انه لازم يكون في فرشه موجوده تحت الفراخ او اي حاجه بتحطيها او بط او اي حاجه، يعني في الحله دي هي بلاستيك وبتدخل الفرن. المهم لما بتدخل الفرن انا ما بحطش اي حاجة معاها. ممكن تزودوا مية لو عايزين تاخدوا شوربة، لكن هي بتستوي بس كده لوحدها. بحطها في النص وبنزل الرف شوية بحيث يبقى في مسافة من فوق ومن الأجناب ومن كل الاتجاهات. وعلى بال ما هي تخلص هكون انا خلصت المهمة اللي ورايا. انا عملت ايه؟ بصوا، كل حاجة مش في مكانها. في التنظيف الشهري مهم جدا ان انا احرك القطع من مكانها. في الشتاء ما بشيلش السجاد، وخاصة ان انا لسه من شهر بالظبط كنت عاملة التنظيف اللي هو في بداية موسم الشتاء، اللي شلت فيه كل حاجة زي ما قلت لكم في البيت ونظفتها وغسلتها وكل حاجة نظيفة، فالسجاد اساسا نظيف. وفي الشتاء زي ما قلت لكم انا مش بشيل السجاد. بعتمد في النوع ده من التنظيف على الفرشة دي او المكنسة للمفروشات والفرشة ريش للموبيليا. وانا النهارده الحقيقه استخدمت الفرشه دي، ما استخدمتش المكنسه، لاني كنت لسه مشفطه في التنظيف الاخير اللي قلت لحضراتكم عليه بالمكنسه كويس قوي من شهر، مش قبل يعني، بعد التنظيف بعد ما فرشت كل حاجه عملت التنظيف ده، فكان المسافه مش بعيد قوي. وكمان الكوشن اللي بيكون موجوده على الكراسي والفوتيه والحاجات دي كلها، وكمان كراسي السفره، وخاصه بداية بنضف البوفيه كويس بالفرشة ريش اللي حضراتكم شفتوها، واخد كل الكريستال والانتيك وكل الحاجات دي كلها احطها عليه علشان تكون بعيدة عن اي حركة من حركات بقى المكنسة، الفرش والكلام ده، مفيش حاجة يحصل لها اي مشاكل. وفي نفس الوقت علشان اشيل المفارش واقدر انضف كويس، لانه لازم المفارش اما انها هتتغسل لو هي محتاجة غسل، او هحطها على طول. دي بترجع بقى لكل بيت وعلى حسب كل فصل. انا في الشتاء كل شهر لازم اغسل المفارش، في الشتاء اسفة مش بغسلها، لكن في الصيف كل شهر لازم اغسلها. وبعد كده بعد ما عملت المفروشات بالفرشة او بالمكنسة زي ما قلت لحضراتكم بنشفطها بفرشة المكنسة، بعمل كل الموبيليا، بمشي على الموبيليا كلها الموجودة بالفرشة ريش اللي حضراتكم شفتوها، ودي رائعة. يمكن غالية شوية لكن حقيقي في التنظيف ممتازة، كنتيجة بتبقى مريحة جدا، وكمان بتحافظ على الموبيليا، مش بتخدش فيها حاجة ولا بتعمل لها مشاكل. حتى كمان الصالون برضو بعمله بالفرشة الريش. ودلوقتي مهمة المكنسة واني بشفط كل السجاد اللي موجود، لكن انا شلت المشايات الصغيرة اللي بتكون موجودة بين السجاد علشان اقدر اتحرك براحتي، وكمان ألمع تحتها. ومهم قبل النوع ده من التنظيف ان انا اكون مخليه المكنسه نظيفه. يعني لو هشفط المفروشات وهشفط الارضيات والسجاد، حتى السيراميك كمان بشفطه،
لازم تكون المكنسة نظيفة، سواء كان كيس أو علبة أيًا كان، المهم المكنسة نظيفة والقطع بتاعتها مغسولة، ده هيديكِ نتيجة ممتازة. بعد كده بقى الجزء اللي باين من السيراميك كله باعمله بالملمعة دي، وزي ما انتم عارفين اللي متابعيني عارفين ان الحاجات دي كلها وفرش التنظيف دي كلها بعد التنظيف بتتغسل غسل يعني، لان النتيجة اللي انا محتاجاها مش هوصل لها غير لما تكون الادوات اللي انا بشتغل بيها هي نفسها نظيفة. بعد ما بتأكد انه الارضيات نشفت تماما برجع تاني السجاد، زي ما شفتوني كنت رافعة طرف السجادة، وبرجع بقى المشايات اللي كانت موجودة، القطعة اللي موجودة ما بين السجاد او على السجاد عند مدخل البلكونة، واقفل خلاص في البرد الفظيع ده ولو ان ده الشغل بيدفي. وبعدين اقفل الستاير كمان. كنت بتابع فيلم بموت فيه، فيلم بيبيز داي اوت، جميل بحبه جدا. طيب نرجع تاني لموضوعنا. انا لمعت المره دي بالخلطه دي، وعايزه اقول لكم انها روعه، اللي هي خلطتي المنظف اللي قلت لكم عليه، منظف فريده. هسيب لكم الفيديو اللي كنت قلت لكم عليه في صندوق الوصف اللي فيه المنظف ده. الفيلم ده انا بحبه قوي لانه بيفكرني بابني وهو صغير، كان شكله كان نفس طريقه لبسه، كان عنده نفس اللبس تقريبا اللي عنده. وبرجع بقى الكوشن مكانها، وزي ما قلت لكم انا بستخدم المنظف ده، المنظف بتاعي عباره عن منظف فريده، وهو ده بريحه التوت، ريحته حلوه قوي، والخل وميه والفوطه، برش على الفوطه والمع، وللزجاج برش على الزجاج نفسه والمع، والمرايات. عايزه اقول لكم رائع في كل حاجه، حتى كمان استخدمته في الموبيليا، لكن مع الصالون لا، يعني مع الموتب والحاجات اللي هي زي دي لا. لمعت بيه كل حاجة، حتى الكريستال والحاجات دي كلها لمعتها بيه. كنت بنشغل طول ما انا بشتغل بالفيلم، بس لاني بحبه جدا عايزة اتفرج عليه، وفي نفس الوقت عايزة انجز واخلص الشغل اللي كان معايا. آه لما بلمع اي حاجة موجودة ما احبش المع وانا لسه سايبة الدنيا مفتوحة، احب على الاقل يعني في الصيف بقفل الستاير، لكن في الشتاء لازم اقفل كل حاجة. حتى على الرخام يا جماعة المنظف ده حلو جدا، مفيش منه مشاكل، ما تقلقوش خالص. نسبة الخل اساسا مش عالية يعني، لكن لو بتعملي تنظيف لدهون مثلا في المطبخ او ظرف المطبخ او منطقة اللي حوالين البوتاجاز، زودوا شوية الخل لانه بيزود فعالية المنظف. وبرجع بقى ارجع كل حاجة تاني في مكانها، افرش المفارش، و احط الانتيك، احط الكريستال، الحاجات دي كلها بقى ترجع في مكانها. عايزه اقول لكم كمان لما برشه على الفوطه ولما الحاجات النحاس دي بتبقى جميله جدا زي ما انتم شايفين. النوع ده من التنظيف بيحافظ على نظافه البيت طول الشهر، مجرد بتابع اسبوعيا بس تلميع وشفط الارضيات بالمكنسه بس. وزي ما وعدتكم هتكلم في الموضوع ده باستفاضه ان شاء الله. هنا اللي كان باقي بس هو الجزء بتاع البوفيه هنا، لان هو اللي كان عليه كل حاجة، فهو اخر حاجة برضو بنضفها. خلصت خلاص كل حاجة، ورجعت كل حاجة في مكانها، ولمعت كل حاجة، وريحة النظافة مش بتبقى محتاجة حتى كمان والله معطر، ولكن انا بحب برضو بعد ما بخلص الغرف اللي انا بخلصها دايما معطر خفيف كده بيخلي ريحة المكان جميلة، وتحسي فعلا بالنظافة بعدها. وبحب دايما اخلي التنظيف الشهري لغرف النوم في يوم، وتاني يوم يبقى التنظيف الخاص بالريسبشن، وبعد كده هنعمل بقى ان شاء الله مع بعض المطبخ. ممكن كمان تستخدموا البخور، انتوا راحتكم، المهم حاجة بس جميلة كده تخلي ريحة المكان جميلة وتحسسك فعلا بالنظافة. المعطر ده من فريدة،
جميل قوي، ريحته حلوة قوي. وانا بحب وانا بعطر المكان ارش على الستاير، بتخلي ريحة الستاير جميلة، وبتخرج كل فترة كده مع الهوا، لو انتوا فاتحين بس شوية هوا بتخلي ريحة المكان جميلة فعلا، وبتفضل الريحة ثابتة في المكان. في الوقت اللي كنت سايبة فيه الارضيات تنشف، بصيت كده على الفراخ لقيتها زي ما انتم شايفين بدأت تاخد لون بالشكل ده، فقلبتها على الجنب التاني ورجعت دخلتها، هي بتاخد اللون على طول، ولو عايزاها تاخد لون على طول بسرعة، لكن انا كنت عايزاها تستوي زيادة شوية فغطيتها. لو كانت استوت خلاص سيبيها مكشوف عشان تاخد اللون على طول. من احلى الحاجات اللي ممكن تعملوها كنوع من انواع اطعام الطعام حقيقي هو الرز بلبن. انا عايزه اقول لكم ان الناس بتطلبوا مني، ناس كتير قوي بتطلبوا مني، لانه في ناس انا اعرفها كمان، مش بس الناس اللي ما اعرفهاش، في ناس انا اعرفها هي بتستناه مني اصلا. فدي من الحاجات اللي بحب اعملها قوي في اطعام الطعام، وابسط الحاجات حتى لو ما عنديش حاجه في البيت دي موجوده، بخرج لبن من الفريزر واعمل على طول الرز بلبن، ما بياخدش وقت، ودايما بخلي عندي العلب التوزيع. عملت مكرونه سباجيتي مع الفراخ، وكان في صلصه طماطم عملتها صلصه طماطم واخدت منها للمكرونه. العلب دي اللي بستخدمها في توزيع الرز بلبن، اللي ليها ذاتية الغلق، ليها الغطا بتاعها، وبجيب المعالق دي كمان معالق صغيرة، بقفل العلبة وبالسوليتاب بلزق المعلقة على العلبة، بحيث انه كل اللي ياخد يكون المعلقة بتاعته معاه، حتى لو هو بره البيت وعايز ياكلها دلوقتي حالا يقدر ياكلها. انا والله مش بحب يبقى الحاجات دي موجودة في الفيديوهات بتاعتي، ولكن هي فكرة حبيت اقول لكم عليها تقدروا تنفذوها بسيطة، وكفاية عليا قوي سعادة الناس وهي بتاخدها من ايدي. وعايزة اقول لكم توزيع الاطعام ما بياخدش وقت ابدا ابدا ابدا، في 10 دقايق ويمكن اقل كمان بيكون اتوزع، هو او غيره كمان على فكرة. دي الفرخة بعد ما طلعت بصوا متحمرة وجميلة ازاي. انا عايزة اقول لكم في البيت عندي بيقولوا لي احنا عايزينها كده على طول، بغض النظر عن انه تابروير، فعلا العلبة دي بتدي طعم مختلف تماما للفراخ. ولما نزلت وزعت الاطعام رحت فتح الله واشتريت مشتريات كنت محتاجاها، مناديل تويلت ومناديل مطبخ ومناديل سحب وحاجات كده خاصة بالتنظيف. اتمنى فكرة الفيديو النهاردة تكون عجبتكم، فكرة الاطعام تكون فكرة مفيدة، وحطوا عليها من كل يعني الرز بلبن بعد ما يبدأ يتماسك شوية. انا الحقيقة وزعته وهو لسه دافي، بس كان يدوب سبته 10 دقايق ربع ساعة يتماسك، وحطيت عليه بقى، حطوا عليه كل اللي بتحبوه علشان اللي بتحبوه الناس تاخده، مكسرات، زبيب، جوز هند، اي حاجة. اجمل احساس. تحياتي ليكوا، واشوفكم فيديو جديد لكليفر مامي.